طبعا امبارح نزلت لكم اول فيديو من بعد سنتين. نزلت لكم اول فيديو، ولا سنه والله ما بعرف كم بالضبط. وهلا هذا تاني فيديو، وان شاء الله حيكون في ثالث ورابع، وبعدين كمان في سنتين بريك، لانه نفسيتي ما بتتحمل. نفسيتي والله بتتعب. انا حدخل هلا بالفيديو على طول، لانه بدي ادخل على الفيديو على طول. بس الفيديو مبين من عنوانه النهر المقدس، نهر الحظ عند الهنود. يعني هذا بتدخله هذا النهر بتصير غني مع ملاريا. مبين الفيديو من بدايته. شوف الزحمة اللي حواليه، وشوف لون المي. لون المي بخزي. هي ضفدع ما بشرب منها. طبعا مثل ما انتم شفتوا قاعدين عم بيعوجوا جوا النهر، ومسمينه نهر الحظ والنهر المقدس. يعني لما اقرا العنوان من برا بدون ما اشوف اللي حواليه، انا بحكي هذا نهر لونه ازرق بنعكس هيك، والشمس واللاده والسمك هيك، السمك بينط زي الدلافين. تدخل المناظر بتقرف، وما في غير تعواي وعم بيحكوا هيك كلام غريب، كلام غريب ومع صوت تعواي. شو هاد التعواي اللي عم بيصير هون؟ شو هاد بالضبط؟ المنظر مقرف كتير. المنظر يعني لو انا على اخر واحد على قيد الحياه وهذا النهر قدامي، لا بفضل اني اموت ولا اشرب منه. هذا قبل ما تشرب بيجيك ملاريا من بعيد، تلقطك تجيك ملاريا. انا حشرب مي. الحمد لله انه في مي نظيفه. الحمد لله ما عندنا هيك نهر مقدس. الحمد لله ما في شيء اسمه نهر مقدس، ولا بدي الحظ تبع هذا النهر. ما بدي الحظ تبعه ابدا، مهما كان بيعبي لي من الحظوظ والسعاده، بس انه يترتب عليه اني ادخل هذا النهر. لا، خليني تعيس بحياتي، ولا ادخل عليه، ولا ادخل عليه هيك نهر. خليني بعيد، خلاص انا هيك مرتاح بحياتي. انت آدمی؟ لا سيدي. كیم نامجو؟ كیم سبجی؟ میلیونگی؟ جوازا ترجیمی تیم فیم گنجتو بی تی اس. تبعون بي تي اس هدول لازم ينقرضوا. انا ما عندي مشكله انك تحب فرقه معينه، تحب نوع من الاغاني المعين، عادي، هذا شيء طبيعي. بس تبني شخصيتك على هذا الاساس اوفر. الموضوع بيصير اوفر. يعني حرفيا لما تكون شخصيتك على اساس البي تي اس تتحول لشخص الوان على طول، والحركات هي بينج جينج اون تشين تشين اون. شو هاد هذا التقليد الاعمى على ما اعتقد. هذا هيك بسموه التقليد الاعمى. بس عربي وبتحب بي تي اس ما بتزبط. يعني هم لا بتكلموا انجليزي ولا فرنسي ولا شيء، بتكلموا لغه غريبه، تشونغ بونغ لونغ تشونغ بونغ لونغ، واغانيهم زي الزفت. سعادتك مربوطة بأفكارك، نظف أفكارك وحافظ عليها. المقولة اللي حكاها مفيدة، ممكن تكون مفيدة جد، عادي تكون مفيدة لبعض الناس، ممكن الناس يحتاجوها أو هيك. بس هي المقولة الصح من الشخص الغلط. يعني مستشور شعره، المايك زي المكنسة هي اللي بالمولات، هيك قد المايك، هيك ما أعرف هذا مايك ولا مكنسة، ما بعرف. وبيعطيك هالرقصة تشين 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 تشين. بس أنا مو مشكلتي بالرقصة، أنا مشكلتي الأساسية، المشكلة الأساسية الطعجة اللي سووها آخر شيء. البنطلون اللي لابسه مش بنطلون عادي، هذا مش عادي أبدا. هذا البنطلون تبع نسوان. ما بعرف إذا هذا بنت ولا ذكر ولا منذكر ولا مؤنث، أنا ما بعرف شو بتناديه. الطعجة مع الشفايف، طبعا هو ما عنده شفة فوق يعني هيك، وصابغهم وردي، حتى يا ريت احمر وردي، لون بخزي. هذا اللون كانوا يستعملوه تبعون العرسان 2010، لون بخزي. وهون بلاش والاشياء الغريبه والبلاو بالكلارو والمنشفه بس تبعيته هيك قد اللي ورا، مع بنطلون بيسموه الفيزون او اليوغا بانس، ما بعرف شو بيسموه. بس هذا مش تبع اطفال ولا تبع رجال ولا تبع ذكور، ميلز ملاوز ميو، ولا واحد من هدول. وبيعطيك اياها طاجة، يعني هيك بغمز لك فيها. كمان كاتب سعادتك مربوطة بأفكارك. يعني انت بس بدك تكون سعيد بتكون سعيد. هي الشغلة بالمخ. وكلامه صح، بس مثل ما حكيت انه هي مش الشخص الغلط، يعني بحت. وعامل استوديو وهذا ومع رقصته. وهذا طبعا من زمان موجود، من زمان، من ايام من كورونا كنت احضره انا. وبيعطيك الرقصه هاي دائما جد اشي بخزي. طبعا هذا اخر فيديو، واخر فيديو المفروض يكون شي مرتب، واحد يغطي عن الالوان اللي شفناها قبل شوي، وابو شفايف، والنهر المقدس، نهر الحظ، نهر هلا جينا لشغلة الظلم، الجم، اي شغلة ظلم وبس. خلينا نشوف الفيديو.
خابوا من التحية، نفسي ثم نفسي ومرضية، من حياتي غاروا ما عليا، اطنش واعيش يدوب اللي راح جعلتني بالغلط. هي مو شغلة ظلم ابدا، كان بودي يكون فيديو ظلم بس نص، طلع نص زلمة بالجيم. هو اهم نقطة انه هو بالجيم عم يطور من حاله، عم يطور من حاله، هذا المهم. الواحد بياخد خطوة خطوة، مو شرط تكون خطوة دائما بيرفكت و100%، عادي. واحد ببدأ بفشل، واحد ببدأ وبفشل وهيك. هذا دخل هيك عطول طب ضرب مو ابره، يا ريت هرمونات. هذا الهرمونات بتظبط جسمك بطريقه متناسقه اذا انت بتهتم بالجيم والاشياء هي كلها. هذا مش هرمون، هذا شغله اسمه سينثول على ما اعتقد. السينثول هذا ما بعرف لشو استعمالاته، ما بعرف لمين بيستعملوه. اتوقع هدول اللي عندهم مشاكل عندهم ايد مثلا يعني مشلوله، ما بقدر يحركوها، فالعضلات فيها ما بتكبر. المهم بيستعملوه لمرض معين. هذا استعملها للاستعمال الخاطئ جدا، استعمال جدا سيء وبشع. استعملها يا ريت لك كل جسمه، ايده هيك قدها. ما بعرف كيف اوصف جسمه، بحاول ادور عندي شيء بالطاوله انه اوصف جسمه، ما في شيء. عباره عن بالونه مخنوقه، يعني عنده ايد هون، عنده هون لحم وهون ما عنده شيء. ويا ريت انه هذا الشيء اللي اخذه بيعطيه طاقه ولا بيعطيه باور بالجيم ولا يشيل اوزان اكثر. ما هيك يعني هو عم بيحاول يشيلها. مسكين كان قاعد بيحاول يحركها وما عم بقدر، ومصور فيديو تيك توك انه انا شوفوني المعضل اللي قاعد عم بتمرن بالجيم. هو مش معضل، هو شوي وبينفس. هو هذا لو بتجيب دبوس تعمل بيدوب ارضه. المشكله لدرجه انه مش متناسق جسمه. ايده هي بس، هي المنطقه اللي هون بسموها البايسب، هي المنطقه اللي هون اكبر من كل شيء، اكبر من راسه. يعني لو بتحط ايده جنب راسه بيختفي راسه على طول. انا ما عندي شيء اكتر من هيك. انا من النوع اللي ما بيحضر هدول التيك توكرز كتير، بس هلا لازم ادور عليهم. والمشكله مصيب اني قاعد ادور عليهم واحضر مشان اكون محتوى، اصنع محتوى ولا اعمل شيء، لانه بزعجوا مناظرهم بتزعج، مناظرهم جدا مياو. طبعا اللي بيسأل ليه بضلني احكي مياو، طبعا ما حد سأل ابدا، بس بشكل عام لو حدا فكر يسأل ليه بضلني احكي مياو، لانه انا مربي قطط، عندي يمكن 10 قطط، فخلص هيك نتواصل معاهم بالبيت مياو مياو وبنعرف شو بدنا. فبس والله ها هو الفيديو لليوم. اذا كان عندكم اي منشنات، اي شيء تحكوا لي اياه، ابعتوا لي اياه او منشوني عليه على التيك توك او الانستغرام. مع السلامة.